السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الذي ليس له اسم. خليني أسألك 3 أسئلة بسيطة إجابتهم بتفسر تقريبا كل اللي بيحصل في الكمبيوتر. فين البيانات تتحط؟ إيه الفرق بين الرام والهارد؟ وليه الكمبيوتر أحيانا بيهنج فجأة؟ لو فاكر إن الكمبيوتر بيفكر أو بيتعب، لا، الكمبيوتر مش كده خالص، هو مجرد مكان بيتخزن بيه الحاجات وطريقة سريعة أو بطيئة للوصول ليها. طيب، تخيل إن الكمبيوتر شقة وفيها مخزن كبير تحت الأرض، وفيها ترابيزة قدامك بتحط عليها الحاجات اللي شغالة عليها دلوقتي. المخزن ده حاجة والترابيزة حاجة تانية. لو الترابيزة اتملت الدنيا بتتلخبط. في الفيديو ده هنفهم ببساطة البيانات بتروح فين فعلا، وليه الرام غير الهارد، وإمتى وليه الكمبيوتر بيهنج. يلا بنبدأ. طيب، أول حاجة فين البيانات تتحط؟ أول حاجة لازم تتقال بوضوح، الكمبيوتر ما بيحفظش البيانات في مكان واحد، ليه نوعين من التخزين وكل واحد ليه وظيفة مختلفة تماما. انت لما بتكتب ملف وصورة وفيديو وبرنامج، الحاجات دي لازم تعيش حتى بعد ما تطفي الجهاز. طيب هي بتروح فين؟ بتروح التخزين الدائم، الهارد أو ال SSD. طيب الهارد ده زي مخزن كبير واسع بيشيل كل حاجة كبيرة، بس بطيء نسبيا في الوصول. طيب، لما بتفتح برنامج أو تشغل فيديو أو تكتب د- أو أو تكتب دلوقتي على الكيبورد، الكمبيوتر ما ينفعش يشتغل مباشرة من المخزن، ده بيبقى بطيء جدا بشكل مستفز. عشان كده بيعمل حركة ذكية جدا، بياخد نسخة مؤقتة من كل حاجة الشغالة ويطلعها فوق لمكان أسرع بكتير. المكان ده اسمه الرام. الرام مش بيخزن عشان يحفظ، بيخزن عشان يشتغل. أول ما تطفي الجهاز كل اللي فيه بيختفي. يعني ببساطة شديدة، الهارد هو الحافظ والرام هو الشغال. وهنا نقدر نفهم ليه الاتنين مش بديل لبعض، وليه وجودهم مع بعض ضروري جدا. طيب، ايه هو الفرق بين الرام والهارد؟ ناس كتيرة فاكرة انه الرام انه الرام أكبر، يعني معناها كمبيوتر أسرع، وده مش دايما صح. خلينا نقولها بصراحة، الرام والهارد مش بيتنافسوا، كل واحد بيشتغل في مرحلة مختلفة. الهارد وظيفته واحدة بس، يشيل كل حاجة حتى لو الجهاز مطفي. إنما الهارد مش معمول للشغل المباشر، كل مرة البرنامج يحتاج حاجة من الهارد بياخد وقت. الرام بقى سريع جدا، اتعمل مخصوص عشان المعالج ياخد لا يلاقي اللي محتاجه فورا. المعالج شغال بسرعة خرافية، لو استنى الهارد كل شوية هتلاقي الجهاز كله واقف. عشان كده السيناريو الطبيعي بيبقى كده، إن البرنامج يتخزن على الهارد، أول ما تفتحه يتحمل في الرام. المعالج بيشتغل من الرام مش من الهارد. طيب فين المشكلة؟ المشكلة إنه الرام مساحتها محدودة، مش بتشيل كل حاجة، بتشيل اللي شغال بس. لو فتحت برنامج أكتر من اللي الرام بيستحمله، الكمبيوتر بيضطر يعمل حركة اضطرارية، يبدأ يستخدم الهارد كأنه رام. وهنا بتبقى الكارثة، الهارد بطيء مقارنة بالرام بآلاف المرات، فالكمبيوتر يبان إنه بيفكر أو معلق، بس هو مش بيفكر، هو مستني. وهنا ندخل على سؤال ليه الكمبيوتر أحيانا بيهنج. أول حاجة لازم نفهمها إن الكمبيوتر مش بيوقع في أزمة عاطفية ولا حاجة زي كده، هو بس بيتعامل مع حدود فيزيائية زي السرعة والمساحة اللي عنده. أكتر سبب للتهنيج هو الرام المليان. لما تفتح برامج كتيرة أو ملفات كبيرة، الرام بيتملي، والمعالج بيفضل يستنى عشان يكمل شغله. لو البرنامج محتاج بيانات مش موجودة في الرام، الكمبيوتر معلش معلش، يعني مشوا لي عشان مش قادرة أعمل مونتاج وكده، يعني مشوا لي معلش. الكمبيوتر بيضطر يروح للهارد عشان يجيبها، والهارد أبطأ بآلاف المرات، فبيظهر الكمبيوتر كأنه واقف أو معلق. فأحيان في الحين التانية الكمبيوتر بيهنج بسبب برامج فيها مشاكل أو أخطاء تستهلك موارد أكتر من اللازم، أو ملفات معقدة كتير، أو نظام مش منظم. طيب إحنا كده جاوبنا على الأسئلة، بس هيجي في دماغك سؤال تاني، هو البيانات دي مش هي أكواد؟ والأكواد دي هي مفاتيح كهربية؟ يعني ك- هل الهارد فيه مفاتيح كهربية؟ هقولك إنه أيوة، أي البيانات هي أكواد، وأيوة الأكواد في الآخر بتمثل بكهرباء، بس لأ، مفيش مفاتيح كهربية شغالة جوا الهارد زي اللي في المعالج. طيب،
يعني هي البيانات أكواد، يعني أي حاجة في الكمبيوتر من نص وصور وبرامج ولعب في الآخر بتتمثل بأرقام الزيرو والواحد، والزيرو والواحد معناهم كهرباء. أيوة فعلا هما معناهم كهرباء بس حسب المكان. في المعالج والرام الزيرو والواحد بيساوي جهد كهربي فعلي، في كهرباء ما فيش كهرباء وده بيحصل بسرعة رهيبة. إنما في الهارد هنا بقى مربط الفرس، وهنا الفرق المهم، الهارد مش شغال بالكهرباء المباشرة. الهارد أو ال SSD مش معمول علشان يحسب أو يشتغل، هو ببساطة معمول علشان يحفظ. في الهارد التقليدي اللي هو ال HDD الزيرو والواحد كانت بتتحفظ كمغناطيس مش كهربا شغالة. يعني هي آه الكهربا كانت موجودة فعلا وقت كتابة الكود، لكن بعد كده هي عبارة عن معلومات متحجرة ومش شغالة. فالبيانات بتتحفظ في الهارد التقليدي اللي هو ال HDD زي ما قلنا بتتحفظ كمغناطيس مش كهربا شغالة. وفي ال SSD الزيرو والواحد بتتحفظ كشحنة محبوسة بس ثابتة، مش بتتفتح ولا بتتقفل كل لحظة، هي خلاص متحجرة، معلومات متحجرة. طيب المفاتيح الكهربية اللي قلت عليها في أول فيديو فين؟ المفاتيح الكهربية الحقيقة موجودة في المعالج ال CPU أو والرام، دول اللي فيهم الترانزستور اللي بتفتح وتقفل كل جزء من الثانية. الهارد هو مخزن مش عقل، مش مفاتيح شغالة. يبقى في الخلاصة كده البيانات هي أكواد، والأكواد هي الزيرو والوحايد. الزيرو والوحايد هي كهرباء أثناء التشغيل، بتبقى محفوظة في الهارد بحالة ثابتة، في المعالج والرام بيشتغل الحالة ديت. الفيديو الجاي إن شاء الله هنفهم الترانزستور بيبقى مفتاح كهربي إزاي. سلام.